بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم، ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وهبدأ معاك من عند مباراة نادي الزمالك اليوم أمام مودرن سبورت. طبعا مباراة مهمة جدا لنادي الزمالك، هتفرق معانا في ترتيبنا في الدوري المصري الممتاز، وإن شاء الله الفوز يكون لصالح نادينا الملكي نادي الزمالك. يعني خلاص يعني فرار المدير الفني لنادي الزمالك، اللعيبة أدت المران الختام وهيتم الانتظام في معسكر مغلق، وبالفعل تم الانتظام في المعسكر المغلق. الراجل استقر على التشكيل اللي هيبدأ به المباراة. كمان يعني الراجل استبعد 4 عناصر من نادي الزمالك في الوقت الحالي وفقا للمصادر والاخبار اللي وصلتنا. الراجل استبعد سيف الدين الجزيري واحمد حمدي، بالاضافه الى استبعاد نبيل عماد دونجا للاصابه، وكمان استبعاد احمد ربيع بعد تواصل مع الجهاز الفني لنادي الزمالك في الوقت الحالي. وابلغوا الجهاز الفني ابلغ الجهاز الاداري بان احنا مش هنجازف باللعب عشان اصابه اللاعب ما تتجددش. فده بالنسبه لي غيابات نادي الزمالك امام مودرن سبورت والتشكيل اللي هيبدا به الراجل المباراه. كنت قلت لك في فيديو يعني بعد العصر كده التشكيل الامثل والتشكيل اللي هينزل بيه نادي الزمالك في مباراه اليوم. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبه لي عمر فرج لاعب نادي الزمالك. الزمالك خلاص بيبدأ أولى خطوات التسويق للدولي الفلسطيني عمر فرج. نادي الزمالك عرض اللعب على أكثر من 3 أندية في الوقت الحالي، وفي انتظار الرد من قبل هذه الأندية على اللاعب. نادي الزمالك عرض اللعب على 3 أندية كإعارة، لأن الراجل شايف إنه ملهوش فرصة في الزمالك، والراجل متمسك بالاستمرار في الزمالك. فطلعوني إعارة أثبت نفسي وبعد كده أرجع مرة أخرى لنادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لمفاجأة الجوهرة المغربية لنادي الزمالك، ولكن قبل مفاجأة الجوهرة المغربية خلينا نتكلم معاك بالنسبة لفرع أكتوبر. نادي الزمالك هيعقد جلسة اليوم مع مسؤولي وزارة الإسكان بإذن الله لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر بنادي الزمالك. نادي الزمالك في الجلسة دي هيقدم خطة زمنية جديدة لإنشاء فرع أكتوبر تتضمن فترة إنهاء المشروعات الجديدة. يعني إزاي؟ الزمالك هيقدم مقترح بان ضيف لفتره زمنيه جديده وفقا للمشروعات اللي انت حاط لها فتره زمنيه في الوقت الحالي. اول ما الفتره الزمنيه دي تنتهي انا هكون خلاص انتهيت من المشروع بتاعي. يعني الفكره دي او الاقتراح ده يقابل او مرحب به بشكل كبير من وزاره الاسكان، ولكن هيتم اتخاذ اجراءات مناسبه ضد نادي الزمالك لتأمين الكلام اللي هو بيتقال. يعني انت ما تدينيش وعد وتاني يوم القاك انت اصلا سحبت الناس من العمل ومستني اليوم اللي بعده واللي بعده عشان تنجز الارض بتاعتك. انت الارض بتاعتك من 2002 او من 2003، فانت ليك حوالي 22 سنة ما خلصتش الارض ولسه عاوز تمد فترة المشروعات. فوزارة الاسكان هياخدوا كلام من الزمالك وهيرفعوا قضية ضد الزمالك حال عدم إنهاء المشروع في الوقت اللي هيتم تحديده غدا بإذن الله، وهيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية كلام الزمالك أو لضمان كلام مسؤول الزمالك. فده بالنسبة للمشروعات أو عفوا فرع 6 أكتوبر، وخلاص يعني المشكلة أوشكت على الانتهاء بالنسبة لنادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة للاعب المغربي حسام الصادق لاعب نادي اتحاد توركا المغربي. اللاعب المغربي البالغ من العمر 19 سنة، اللاعب حاليا نادي الزمالك في مفاوضات مع اتحاد توركا واتصالات مباشرة ما بين الناديين. الزمالك بيحاول انه يجيب اللاعب فترة معايشة في يناير عشان يشوف قدرات اللاعب، هل اللاعب ده هيثبت وجوده في تدريبات الزمالك؟ مش هيثبت وجوده في تدريبات الزمالك فهيرجع ناديه. حال اثبات وجوده فالزمالك هياخد اللاعب اعارة لمدة موسمين مع نية الشراء. الزمالك لو عجب اللاعب او اللاعب اعجب بالمدير الفني وعجب المدير الفني فخلاص الزمالك هيفعل بند الشراء، ولكن مع دفع قيمة 750 ألف دولار لنادي اتحاد توركا المغربي. بالمعنى البلدي كده اتحاد توركا ضحكان على الزمالك. ليه يا باشا؟ لان اي لاعب او اي قيمه تسويقيه في الدوري المغربي في لاعيبه بسم الله ما شاء الله القيمه التسويقيه بتاعتها تتعدى 1.5 مليون دولار، ولكن انت اللاعيبه في الدوري المغربي مرتباتها مش بتتخطى 350 الف دولار. فانت كده هتدفع قيمه يعني اعاره اللاعب سنتين، وهتدفع مرتب اللاعب وبالزياده لو انت عجبك اللاعب وعايز تفعل بند الشراء بتاعته هتدفع 750 الف دولار. فان شاء الله
يعني المبلغ ده يتم تخفيضه من قبل مسؤول نادي الزمالك او في محاولات لتخفيض المبلغ بالفعل. فده بالنسبة للجوهرة المغربية ومفاجأته مع نادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لصدمة موجعة مؤلمة احتمال انها تحدث خلال الايام اللي جاية في نادي الزمالك، الا وهو رحيل افضل كادر اداري دخل نادي الزمالك من 2000 حتى الان، من 20 سنة يعني او من 25 سنة. رحيل جون ادوارد عن نادي الزمالك بيقترب وبشدة. الراجل اتكلم مع الكابتن حسين لبيب وابلغه انه يوجد حاليا ضغوطات ومحاولات لافساد التجربه ومخطط جون ادوارد لانجاح نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك والهيئه الاداريه في نادي الزمالك. الراجل اتكلم مع حسين لبيب وقال له ان في ناس من مجلس الاداره وانا كنجم الزمالك عارفهم واحد واحد ومش عايزين نتكلم. قال له في ناس من مجلس الاداره عاوزين التجربه بتاعتي تفشل باي طريقه مع نادي الزمالك. كنت قلت لك الكلام ده في القناه الكبيره وبرجع واقوله لك واعيد لك من تاني. جون ادوارد اقترب رحيله من نادي الزمالك. الراجل يعني في احد ابناء نادي الزمالك في مجلس الاداره، احد ابناء مجلس الزمالك او اكتر من ابن في نادي الزمالك مجلس الاداره، وفي ناس ملهاش دعوه بمجلس الاداره بتحاول انها تدخل تعمل زي السوسه كده في الخشب وتبوظ تجربه جون ادوارد مع نادي الزمالك. طب ليه؟ يعني احنا دلوقتي الزمالك من المنتظر ان الاعداء او الغريم التقليدي هو اللي يفشل الصفقات الزمالك، هو اللي يفشل الكادر الاداري في الزمالك، ولكن لا، احنا ابناء الزمالك هم اللي بيفشلوه. يعني احنا وصلت بنا المرحلة ان احنا بقينا برشلونة 2012 2013 جوزيب وبارتيميو، الناس اللي هم كانوا بتوع الرئيس الحالي والرئيس السابق ومش عارف ايه والمشكلة والحكاية والرواية اللي حصلت، وفي الاخر برشلونة غرق تام في الديون، وحتى الان الديون ما تمش سددها. فنتمنى ان احنا ما نوصلش للمرحلة دي، وشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.